السلام عليكم يا جماعه، ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده رجعت لكم فيديو جديد عن الابراج. انا عارفه ان انا بقالي فتره طويله جدا ما نزلتش اي حاجه عن الابراج وانا اسفه جدا، بس النهارده هنتكلم عن الابراج الاكثر نجاحا في العمل. اكثر نجاحا في العمل لا يعني ان هم بس الناجحين في الشغل، ولكن يعني ان هم بالفطره عندهم الحافز اللي يخليهم ينجحوا باي حاجه يحطوها في دماغهم، خصوصا في العمل. على فكره الكلام ده لو انت عندك الابراج دي في خريطتك الفلكيه بشكل عام، يعني مش شرط يكون بس انت برجك الشمسي البرج ده الفلاني مثلا، لا، ممكن يكون عندك البرج ده في القمر، في عطارد، فينوس، مارس، ساترن، في الحاجات دي كلها بتأثر برضو، يعني مش بس البرج الشمسي. فالكلام ده مهم جدا عشان اعرف ناس عندها الابراج انا هقولها دلوقتي عندها كذا كوكب في البرج ده، فده يعني ان التأثير مضاعف على الشخص ده، وده يعني ان نجاح اكتر وباهر اكتر للشخص ده. ولكن قبل ما ابدا اتاكد انتوا عاملين لايك وسبسكرايب على قناتي وفعلين الجرس، وخلينا نبدا دلوقتي في اكتر برج شخصيا حسب كل حاجة درستها وتعلمتها بشوف ان ده اكتر برج ناجح عمليا وعمره ما بيقعد من غير فلوس: الجدي. للناس اللي ما عشرتش جدي من قبل، انا هقول لكم الجدي اكتر برج في العالم بيحب الشغل، او مش حوار حتى بيحب الشغل، هو لازم يشتغل في حياته، ما بيعرفش يقعد من غير ما يعمل حاجة. والجدي على فكرة من الأبراج مش محظوظة على عكس ما الناس بتقول، علشان ساترن بيحكم الجدي، وساترن كوكب صعب جدا، بيعلمنا دروس قاسية جدا. والجدي هتلاقي ان طول عمره او معظم حياته بتكون فيها تجارب قاسية او دروس قاسية، خصوصا في الطفولة. هتلاقي ان في حاجة حصلت في طفولته خلته يتحمل مسؤولية اكبر من ما لازم، مش شرط مسؤولية بيت، ممكن تكون مسؤولية نفسية، مسؤولية عاطفية، مثلا ممكن يكون في مشاكل مادية. لازم يكون عاش حاجة في حياته خلته يحس اني انا مش هينفع اكون سعيد الا لو اشتغلت. ودي حاجة عند الجديان بشكل عام. والجدي عامة مش من الأبراج اللي بتحب تصرف فلوسها على حاجات مش مهمة، بيحسبوا الموضوع، ممكن أحيانا من وقت للتاني يصرفوا على حاجات ملهاش لازمة، بس الحاجة دي بتحصل نادرا. معظم الوقت بيكون عارف هو بيصرف ايه وعلى مين وليه. مش هقول عليه بخيل عشان أعرف جديان كتير كرمة، بس برضو أعرف جديان كتير بخلة، ليها علاقة في الخريطة الفلكية. بس معظم الوقت هتلاقي ان الجدي بيعرف ازاي يكسب فلوس، ما بيعرفش يقعد من غير حاجة، بيحب ان هو يتعلم حاجات ممكن غيره ما عندوش الطاقة ان يتعلمها. الجدي من الابراج اللي ممكن يقعد في فصل يسمع الاستاذ يجي يقول لك التلميذ ده ما كانش مركز معايا، تيجي تساله الاستاذ كان بيقول ايه في الحصة، هتلاقيه بيقول لك كل حاجة. عنده القدرة على استيعاب ما شاء الله عالي جدا، وعنده برضو الصبر ان هو مثلا يتفرج على فيديو مثلا 3 ساعات عشان يتعلم حاجة. مثلا اعرف ابراج كتير ما بتعرفش تستحمل حاجة زي دي، بس الجدي لو عاوز يتعلم حاجة او حاسس ان هو هيتعلم حاجة من اللي بيتفرج عليه هيتفرج عليه. برضو عنده ذكاء اجتماعي ان هو بيعرف يحسس الكل ان هو حابب الكل، بس هو من جوه مش طايق حد، هو في الاخر عاوز بس ينجز اللي هو عاوز يعمله، وشايف ان الناس وسائل للحصول على الهدف اللي هو عاوزه ده، او عشان يقرب من الهدف ده. فهو ذكي جدا في التعامل مع الناس، بيعرف يحسس كل واحد ان انت اهم واحد في حياتي، بس الحقيقة ان هو في دماغه خطة، وده مش خبث على فكرة. في ناس كتير يعني بتتعامل بالطريقة دي، يعني في ناس كتير بتستغل الناس. الجدي مش كده، الجدي بيفيد ويستفيد كده يعني. واخر حاجة هقولها عن الجدي ان هو عنده دايما هدف، يعني عمرك ما هتسأل الجدي يقولك ما اعرفش انا هعمل ايه، لا، دايما عنده حاجة في دماغه، دايما في حاجة هنا شغالة. دي حاجة حلوة قوي في الجدي، وعشان كده هو من اكتر الابراج الناجحة في الشغل، عشان لما بيخشوا الشغل مفيش عواطف في الشغل، بيطفوا العواطف تماما وبيشغلوا ده، وعندهم استعداد ان هم يدوا كل طاقتهم ووقتهم للشغل، ما عندهمش اي مشكلة. اما بالنسبة للبرج التاني اللي انا بشوفه ناجح جدا في الشغل هو الدلو. على فكرة معظم المشاهير ينتموا لبرج الاسد والدلو، ولكن الدلو عنده قدرة اكتر على العطاء في الشغل من الاسد، عشان الدلو مش عاطفي زي الاسد. الناس هتقولي ايه، لا الدلو عاطفي جدا، حسب الخريطه الفلكيه بتاعتكم، بس معظم الناس اللي تعرف عن الابراج هتعرف ان الدلو مش برج عاطفي، يعني هو بالفطره مش عاطفي. لو انتي دلو وعندك مثلا ابراج مائيه في خريطتك الفلكيه فممكن تكوني انسانه حساسه جدا مثلا، ولكن ده مش عشان انت دلو، ده علشان انت عندك ابراج مائيه مثلا، يعني على سبيل المثال. فالدلو بشكل عام برج عقلاني جدا زي كل الابراج الهوائيه، عنده دايما طاقه كتير جدا يديها للشغل، وعنده creativity، يعني عنده ابداع في شغله، عنده افكار محدش يتخيلها، محدش ممكن يفكر فيها حتى. عنده النقطه دي، عنده الحته دي. حتى مثلا ما احنا بنشوف حد عنده الطالع بتاعه في الدلو بنقول ده انسان اكيد بيلبس هدوم يونيك او هدوم مختلفه كده مش زي الباقي، علشان الدلو متميز. وعلشان هو متميز حتى في الشغل هتلاقيه متميز، بيعرف ازاي يميز ما بين العاطفة وما بين الشغل،
بيعرف ازاي يميز بين ده صاحبي وده بيشتغل معايا بس. دماغه دايما شغاله، دايما بيلاقي حلول لاي مشكله ممكن تواجهه، خصوصا لو المشكله دي ما تخصوش هو شخصيا. بروفيشنال جدا، وعنده الاستعداد ان هو يفضل يدي 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 شغله طول ما هو مبسوط. فدي حاجه حلوه جدا للدلو وانا بحبها قوي. مشكله الدلو بس ان هو ممكن يكون محتاج ان هو يكون لوحده اكتر. يعني هو صح بيحب يشتغل مع الناس وبيحب الناس وما اعرفش ايه، بس برضه الدلو لازم يتساب مع نفسه شويه. يعني حتى لما يكون بيشتغل سيبه شويه، مش من النوع اللي هو يفضل طول الوقت مع الناس حواليه. برضه ناجح جدا في الشغل، خصوصا لو حب يشتغل اي حاجه ليها علاقه بالاعلام او بالتمثيل او الحاجات دي، عشان هو عنده الابداع ده جواه. تالت برج هو هيصدم الناس الصراحه، وانا عارفه ان هيصدمكم، بس شخصيا انا شايفه ان البرج ده مظلوم جدا من ناحيه العمل، عشان دايما بنركز عليه بالحاجات العاطفيه. بس السرطان على فكره من اكتر الابراج اللي برضو لو حطوا حاجه في دماغهم ينجحوا ويعملوها، عشان السرطان عنده دايما حس بالمسؤوليه عالي. دايما عنده الاحساس اني انا لازم اكون مسؤول، او بيحب يحس ان هو مسؤول، او ان هو يعني بيعمل حاجه عشان حاجه. مثلا بيحب يحس ان هو بيشتغل عشان عيلته، مثلا عنده الاحساس دايما بالمسؤوليه. دلوقتي انا اعرف سرطانات كتير ما عندهمش الاحساس ده بالمسؤوليه، بس اعرف برضو السرطان يعني لما يكونوا عاوزين يعملوا حاجه في دماغهم بيعملوها وبيتقنوها كمان، مش بيعملوها بس، بيعملوها على اكمل وجه. عشان السرطان ذكي جدا على فكره، من اذكى الابراج برايي الشخصي. لو لقى الدعم الصحيح من عيلته ومن الناس القريبه منه، ممكن يعمل حاجات كتير في حياته وينجح بطريقه تصدم الناس كلها، عشان هو عنده الحته دي في شخصيته. ولو حب حاجه برضو عنده القدره ان هو يفضل فيها فترة طويلة، ما عندوش مشكلة، ما بيزهقش من الحاجة اللي هو بيحبها. ده غير برضو ان هو عنده ذوق عالي وبيحب ان هو يبتكر حاجات جديدة برضو، بس لازم يكون مرتاح في المكان اللي هو فيه. لو هو مش مرتاح مش هيعرف يقدم. دي ممكن تكون مشكلة مش موجودة عند الجدي والدلو، عشان الجدي والدلو هم بيخلقوا لنفسهم الوضع اللي يناسبهم، اما السرطان بيستنى الوضع ده يجي. ممكن احيانا يعمل مبادرة صح، بس احيانا برضو لو حس ان المبادره دي هتخسره، عشان هو ذكي، لو حس المبادره هتخسره لا بيرجع لورا. وبرضه تاني هو من الناس اللي لما بيشتغل في حته الناس اللي حواليه دايما بيقولوا ان الشخص ده جدع، الشخص ده بيساعد. وعلى فكره بتكلم عن الست والراجل مش بس الراجل. فبس السرطان بجد محب جدا في شغله برضه، وبيحب يساعد الناس، وهتلاقي ان هو دايما عنده سمعه كويسه في شغله. فبرضه من اكتر الابراج الناجحه في العمل، وبرضه هتلاقي في فنانين كتير من برج السرطان. رابع برج وهو برج العقرب. برج العقرب اللي انا بشوفه من اقوى الابراج في الشغل، علشان هم بيطلعوا كل الطاقة السلبية اللي جواهم في الشغل بيطلعوها بالنجاح. العقرب على فكرة مش زي ما الناس فاكرة، مش زي ما كل الناس بتقول قوي ومدمر وما اعرفش ايه. عشان يوصل للمرحلة دي بيكون عانى من حاجات كتير قوي في حياته، عشان يوصل لمرحلة اللي هو عايز يدمر كل حاجة في حياته. العقرب على فكرة من اكتر الابراج اللي عندها طاقة، عشان مارس مريخ بيحكم الحمل والعقرب، فاكتر برجين عندهم طاقه، فطاقتهم بتكون احسن لما بتطلع على الشغل. العقرب برضو بيحب التحديات جدا، بيحب يحس ان في تحدي قدامه، عشان هو اصلا شخص لما بيحط برضو حاجه في دماغه بينجح وبيعملها، خصوصا لو حاجه صعبه جدا. هو بيتبسط لما بيحس ان انا قدرت اعمل كده، عشان هو عارف نفسه وعارف قدراته كويس جدا، وعارف ان هو ممكن ينجح لو هو حط في دماغه. برضو العقرب عنيد جدا على فكره، عنيد جدا، وخصوصا في الشغل. يعني مثلا لو هو قالك ان انا هعمل الموضوع ده هيعمله، حتى لو دي اخر حاجه ممكن يعملها في حياته، ما عندوش اي مشكله. وعنده طرق ذكيه جدا في الحصول على الحاجه اللي هو عاوزها. ممكن حتى نقول ان هو ممكن يستغل الناس عشان يحصل على الحاجه اللي هو عاوزها، عشان عنده الكاريزما، عنده التشارم زي ما نقول في الانجليش. يعني عنده كده القدره ان هو يعني ممكن نقول استغلال، حسب بقى العقرب اللي احنا بنتكلم عنه، حسب خريطته الفلكيه. بس استغلال ممكن يكون ايجابي ممكن يكون سلبي. يعني ممكن مثلا استغلال ينفع الشخص برضو اللي هو بيستغله، وممكن استغلال لا ينفعه هو بس كعقرب، حسب العقرب. من الابراج برضو اللي بتقعد فتره طويله بتعمل حاجه ما عندهاش اي مشكله، بتخلص البروجكت قبل ما تبدا البروجكت التانية. ليه مثلا ما ذكرتش الحمل في الليست، مع ان الحمل من اكتر برضو الابراج الناجحه بشكل عام، علشان الحمل عنده طاقه كتيره جدا، بس من كتر ما هي كتيره بتطفي بسرعه. يعني لو حاجه ممله مش هيعرف يفضل يدي فيها، عشان كده انا ما ذكرتوش على فكره في الليست. مع ان الحمل زي ما قلت عنده قوه هائله كلنا عارفين، وعنده برضو طاقه هائله في الشغل، بس لو حاجه ممله او حاجه مش بسيطه مش هيعرف يقدم احسن حاجه عنده. نرجع بقى للعقرب. العقرب برضو بيحب ان هو يركز في التفاصيل زي العذراء، بس بيركز في التفاصيل وبيدي طاقه، عنده طاقه. بس المشكله دايما العقرب هيلاقي ان في عنده اعداء في الشغل، عشان دي حاجه بالفطره يعني، فلازم ياخد باله دايما من الناس اللي حواليه. ممكن برضو يلاقي ان في ناس هي اللي بتحاول تاذيه في الشغل عشان هو ناجح جدا.
وذكي جدا، وكلنا عارفين الكلام ده. دول برجين انا مش هتكلم عنهم كتير وانا مش هحطهم في الليست، ولكن لازم اقول ان العذراء والثور برضو كمان ناجحين جدا في شغلهم عشان هم ابراج ترابيه. الابراج الترابيه بشكل عام من انجح الابراج في الشغل، ولكن انا بشوف شخصيا ان الدلو والسرطان والعقرب انجح من العذراء والثور في الشغل. عشان العذراء مثلا ذكي جدا جدا لابعد الحدود، ولكن العذراء بيتوتر قوي في شغله، او بيتوتر بشكل عام، عايز كل حاجه تبقى بيرفكت. البرفكشن اللي هو بيسعى وراها هي اللي بتدمره احيانا. ليه؟ علشان بيدي كل حاجه عنده عشان يعمل حاجه دي، وما بيعرفش امتى يوقف. يعني بيفضل يدي 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 لغايه ما هو خلاص اللي هو انا طب خلاص انا تعبت، فما بيعرفش ازاي يحط حد لنفسه في الشغل. وكده انا ما ذكرتوش عشان هو ممكن يكون ناجح في الشغل بس احيانا الحاجات النفسيه اللي بتحصل له بتاثر عليه صحيا، فبتاثر على شغله، عشان كده انا ما ذكرتوش. وبرده الثور ذكي جدا وبيشتغل قوي، وممكن يفضل في نفس الشغلانه اكتر من 20 سنه، عنده استابيليتي مهوله، يعني من اكتر الابراج اللي عندهم استابيليتي. وكمان برضو بيجذب الفلوس بطريقه مش طبيعيه، من اكتر الابراج اللي ممكن تلاقي معاها فلوس على فكره. بس الفكره هي برضو ان الثور كسول، برأيي الشخصي كسول. يعني لو مثلا الشغل اتطلب منه طاقة كبيرة ممكن هو يكسل، او ممكن هو خلاص اعملها بعدين. بس الابراج اللي ذكرتها قبل مش هتعمل كده، عشان كده انا ذكرتهم هما الاربعة كتوب 4 ابراج في الشغل. خدوا بالكم انا مش بتكلم عن النجاح بشكل عام، انا بتكلم عن النجاح في العمل. لو هنتكلم عن النجاح بشكل عام هنتكلم فيه فيديو تاني، بس هذكر فيه اكيد الحمل والقوس عشان هما برضو من انجح الابراج بشكل عام. بس بالشغل والحاجات اللي بتتطلب مجهود كبير وساعات طويلة اكيد الجدي، الدلو، العقرب والسرطان من اكتر الابراج الناجحه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب على قناتي وتفعلوا الجرس، وقولوا لي انتوا رايكم ايه الابراج برايكم الشخصي الناجحه جدا في العمل، وهل انتوا شايفين الكلام ده صح ولا لا، وليه، من غير ما نجرح في بعض ونتخانق على فكره. بالاخير ده رايي يعني، فانتوا ممكن تقولوا او لا، مش مشكله. حاطط لكم هنا البلاي ليست عملته عن الابراج، وزي ما في كل فيديو ان شاء الله اشوفكم على خير. مع السلامه.